السلام عليكم، يا هلا والله بالشباب. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. طبعا شباب، اليوم أول حلقة من سلسلة رد فعلي على مقاطع التيك توك. خلينا نبدي بالمقاطع مال التيك توك ونشوف شنو ردة فعلي على المقاطع اللي راح أشوفنهن. يلا يا شباب ناخذ أول مقطع وخلينا نبلش ونشوفه. مع ملكة الجمال كله الشادي. اشهاب رجال ولا مو رجال؟ كلكم تعالوا الحين اللايف. هذا حسابي الاحتياطي، كلكم ضيفوني. تعالوا اللايف الحين بشوفكم كلكم. اقوى فول عندي حسابين، هذا الاحتياطي، كلكم ضيفوني تعالوا اللايف. طبعا شباب، مثل ما شفتوا هذا أول فيديو، هو الشهاب ملح. شهاب ملح هذا وليد كويتي، ما أدري إماراتي، والله ما أعرفه منين، بس يعني شايف له فيديوهات. صراحة أنا يعني أحب نفسيته حلوة، بس هو ما أدري ليش يسوي. يعني أحس أنها مو لايقت له. لو يغير محتوى أحسن. هو ما يعتبر عنده محتوى، شنو يطلع جهازه ويصور وينشر؟ لا محتوى مو حلو. يعني كنظريته وشخصيتي لا زينة، شخصيته ونفسيته حلوة وعاشت ايده، بس خليه يسوي محتوى. هذا ما يعتبر محتوى يعني. والله يعني انا اشوف انه ما يعتبر محتوى، بس يضحك. بس من ارد اشوف انه اليوماني ما اعتبره محتوى. تحياتي لشهاب ملح. خلينا نشوف الفيديو الثاني. ها سعيد، شايف هاي اللعابه تجرها من الخيط تظل تقمص؟ وعلي كنا هاي اللعابه تجرها من الخيط تظل تقمص. انت مين اجرك منها؟ أربين بابا الشبايش يا اربين أربين لكن أربين هذا اذا ناخذ سعيد، اذا ناخذ الشبايش غير يصعد فوق الجاموسه. أربين كافي يلا روح روح سعيد، وجدت فكره والزهره هاي ناخذها نصيد بيها سمك. يا شباب، مثل ما شفتوا هذا الفيديو اللي طلع لعباس الركابي او رامه بالفتره الاخيره، بس يعني اعتبر عباس الركابي ما عنده محتوى، او نسميه رامه. انا اعتذر من متابعينه ومحبينه، بس يعني ما عنده محتوى صراحه. انا اريد المحتوى لو برساله، لو يعني محتوى هادف، يعني يصور ستوريات مجرد وينشرهن، بس يعني الى محبينه ولا متابعينه تحياتي اليه. خلينا نشوف الفيديو الثاني، خليكم ويانا. يمه اذوب امو عنه جيبه كبرانه يا بهاي. طز بالشرطه وطز بالجيش. ما الغرض هناك. شباب انا بعد ما اغني صرت عاقل. جدي يا شنو هذا؟ مو صرت غير صرت عاقل. شباب الولف مال المحرك قام. عمناني يكفي خلاص. شباب الكاميرات قامت تبطش. انت ما مقتنع بان انت صوتك حلو الترادد؟ انا اضحك عليه قدام العصيان. كذب والله. شلون تضحك عليه؟ كذب. طشه اخذوني على الطشه واشتريت. لا مو صحيح. لا يا شباب، مثل ما شفتوا هذا الشخص يندعي انه هو مسودن، بس والله العظيم هذا الشخص صاحي. راح تقولوا لي انت ايش مدري، كان اقول لكم وانا متابعه من فتره كلش طويله. تشوفوا هذا الشخص نزل لي الاطميه قبل سنه. خلينا نشوفها سوا ونتاكد. مثل ما شفت هاي اللطمية نزلها هذا الشخص قبل سنة، بس هذا الشخص يندعي انه هو مجنون حتى يجيب مشاهدات ويصير عنده جمهور كبير. والله العظيم هذا الحكي صحيح يا شباب، وانا متأكد من هذا الشخص. احب اقول له من خلال هذا الفيديو ابعد عن هاي الشغلة، والله العظيم، لان الناس كلها تعرف. يعني ذاك من ذاك اللي ما يعرفك انت صاحي. الناس كلها بدأت تعرفك انت صاحي، وقبل سنة منزل لطمية، وهاي اللطمية صارت مشهورة. عوف هاي الشغلة لانها ما تفيدك، واقرأ قصايد للحسين عليه السلام على مود تصعد القصايد وتصير شخص مشهور باحترامات، مو شخص والله مشهور تندعي انت مجنون وانت صاحي. تحياتي لكم يا شباب. هنا وتكون نهاية هذا الفيديو. ان شاء الله يا رب تونستوا وياي وشفت المقاطع البسيطة. راح استمر بهاي السلسلة، وهاي السلسلة راح تكون اول حلقة. ما ادري انا اقول سلسلة ما ادري سلسلة، اعتذروني. ان شاء الله راح يكون جزء ثاني. خليكم ويانا. يلا يا شباب اشوفكم في فيديو ثاني. خلونا لايك واشتراك. يلا باي باي.